استعمال العنف كوسيلة للتربية إلى الانسجام والتفاهم، إلى أن جا واحد النهار البنت ديالي كانت عندها 12 عام ولاحظت أنها ما عندهاش الشخصية نهائيا. أول طفل لازم نعالجه قبل ما نعالج الأطفال ديالي الحقيقيين، أني نعالج الطفل الداخلي اللي عندي. أن الأطفال يخطئون وهذا هو الأمر الطبيعي. شحال من مرة كتصوخ على الطفل ديالك أو كتعاقبه، أو ممكن على أنك تستعمل معاه العنف البدني واللفظي، ومن بعد واحد الفترة وجيزة كتحس أنك تينا ماشي مرتاحة وأن هناك واحد التأنيب قوي ليلك. كتقول لراسك واش فعلا كان كيستحق داكشي كامل، واش أصلا اللي عملته صحيح ولا خطأ. وممكن أنك كتبدا تبكي ولا كتلوم راسك بطريقة تعاقبها. هادشي طبيعي جدا، أنك تعاقب راسك أو تلوم راسك فعلا هي حاجة طبيعية، لأن هذا هو نداء الفطرة بالأمومة ديالك كيعيط لك كيناديك كيقول لك وقف، شي حاجة ماشي هي هذيك. احنا الأمهات كيتطلب منا بزاف د الحاجات، كيتطلب منا أننا نقوم بمهام كثيرة، وفي نفس الوقت كنحاولوا في كل مرة أن احنا نكونوا الأفضل والأحسن، ولكن كتجي شي أمور بسيطة كتعمل عملية انهيار من داكشي كامل حتى الآن. وهادشي هذا طبيعي، ولكن فعلا اللي ماشي طبيعي هو أنك تستمر في هادشي اللي كنقوله بنفس الأساليب ديالك، بنفس الطرق اللي كتعالج بها المشكلات ديالك اليومية مع الأطفال ديالك. أنا اليوم نحكي لك الرحلة ديالي من حالة الغضب، الصراخ. نعم، نحكي لك أنا الرحلة ديالي كيفاش كنت هنا ورجعت هنا. ما كانش سهلة وما كانش طريق بسيطة، بمعنى أني أنا ما جبرتهاش واجدة، أنا اشتغلت عليها وخدمت عليها. الزواج ديالي كان في مقتبل العمر، في البداية زواج مبكر نوعا ما. الطفل الأول ديالي أنا ما كنتش نهائيا كنتوقعه ولا منتظره، ولكن طبعا فرحت به، حبيته كأي أم، ولكن ما عرفتش نهائيا نتعامل معه. ديك الفترة ما كنتش كنقول أنا ما عارفاش نتعامل مع الطفل ديالي، لا، أنا كنت كنقول أنا عارفة من خلال المكتسبات القديمة اللي كانت عندي، من خلال الطريقة اللي تربيت بها، من خلال الأفكار اللي أنا تصردت لي وقالت لي كيفاش خصك تتعامل مع الطفل ديالك. وبما أن الإنسان كيكون صغير في السن فهو أي نصيحة كيقولوها له كيعملها. إذا قالوا له خليه يبكي كيخليه يبكي، إذا قالوا له لا خصكش تخليه يبكي، خصك تخليه في يدك مهزوز تخليه في يدك مهزوز. وهادشي هذا كيوقع لنا حنا كاملين الأمهات، خصوصا حين كيكون الطفل الأول، حيتاش قبل من هكذاك ما كيكون عندنا حتى شي معرفة مسبقة بمجال التربية. ولحد الآن نقدر نقول لك هذه المسألة طبيعية، والعديد من الأمهات كيتشاركوا حتى هما فيها، وفعلا هاد العديد من الأمهات كيعانيوا من هذه المسألة هذه، كيشعروا على أنهم بوحديتهم في التربية. شعور ديك الأمومة اللي كيكون في الأول ثقيل، لأن كيكون عندك واحد الخوف كبير على ديك الطفل ديالك، وكتحس أنك فعلا جاهل العديد من الأمور، فأنت كتحاول تعمل الأقصى ما عندك، وأنك تسمع عن أي معلومة وأي طريقة قالوها لك اللي تكون صحيحة أو غير صحيحة كتعملها وكتجربها. هادشي هذا كيؤدي بنا العديد من الأخطاء التربوية، واللي كيف ما وقع لي أني عملت أخطاء كبيرة تربوية بلا ما نشعر. إلى أن جا واحد النهار البنت ديالي كانت عندها 12 عام ولاحظت أنها ما عندهاش الشخصية نهائيا. كتستمع للأصدقاء ديالها واللي قالوا لها كتعملوا، وبأي طريقة حتى أنهما بأي طريقة تعاملوا معاها هي كتقبل ديك الطريقة فقط باش تكون مقبولة في المجموعة. هنا داك ناقوس الخطر، وقلت ما يمكنش، كاين شي حاجة غلط. كيفاش أنا واحد الشخصية قوية وعندي عزيمة، أنا كنقارن بيا وكنقارن راسي بالأم ديالي، وهو هكذا ماشي. ديما حنا كنقارنوا راسنا باللي كبير عليا، كنقول كيفاش، شنو الخطأ اللي كاين. وهنا بدا عندي لو بروميي ديكليك، الناقوس الأول اللي حسيت به أني لازم نعمل عملية تغيير. والتغيير بدا ماشي سهل، لأن كيف ما كنقول لك ما كاينش شي واحد يقيدك وصحيح. أول حاجة بديت فعلا كندرس في علوم التربية، وبحكم أن المجال ديالي
كمربية، كمعلمة، كأستاذة، يعني اشتغلت في هذا المجال هذا للتعليم، فكان سهل أني نوصل للمعلومة. ولكن كان غايب عليا المجال النفسي للطفل، رغم أني كنشتغل في المجال ولكن ما عرفاش ما هو يعني عالم النمو النفسي للطفل شنو هو. وهنايا بدات الدراسة ديالي من جديد، بديت من الصفر من البداية، وكنكتشف الأخطاء اللي كنت كنعمل، واكتشفت علاش بنتي تبنات هاد الشخصية هذه بالضبط، شنو انا التصرفات ديالي اللي عملتهم وخلاها تعمل واحد المعتقد على نفسها وتبني واحد الصورة ذهنية على ذاتها. وهنا قلت لا، لازم فعلا نغير. وبدات التغيير ماشي اني نشوف فقط السلوك ديالها شنو هو، اكتشفت على ان التغيير خصو يبدا من عندي انا. اولا انا كأم، انا شنو هي المعتقدات اللي ما كتخلينيش نتطور، شنو هي الافكار اللي تبنيتها وحاولت نطبقها، في النهايه اكتشفت على انها غير مجديه. وفعلا حين قمت بعمليه الغربله كنكتشف ان العديد من الافكار والمعتقدات والطرق والاساليب خاطئه 100%. ما كتحترمش نهائيا الطفل، ما كتحترمش الاحتياجات ديالو، ما كتخليهش يفهم ويقدر يعبر على ذاته. هنا قررت التغيير الشامل، وأول خطوة كانت هي نحو التحرر، يعني بداية التحرر من المعتقدات القديمة، التحرر من الأفكار القديمة، التحرر من الجروح القديمة. بما أننا نحن كنكونوا أطفال، الوالدين ديالنا هما الصلة الأولى بيننا وبين هذا العالم الجديد، فهما بالنسبة لنا هما الأمان، هما اللي كيحققوا لنا الشعور بالأمان. وفي حالة ما كان هاد الوالدين ما كيحققولكش هاد الشعور هذا، والعكس كيعطيوك شعور بالخوف والذعر، فهنايا كيبداو عندك الصدمات كيتكونوا. لان بالنسبه لك كطفل ما يمكنش تحطهم هما في مكان اللي يسببوا لك تهديد، فكتبدا العقل ديالك يعني كطفل كتحاول ما امكن على انك تجبر لهم مبررات، تعطيهم فرص تحبهم رغم القسوة أو رغم الألم أو رغم الجروح. لأن كما كنعرفو كاين 5 د الأنواع د الجروح، وأول جروح هي كتجي للأسف من الطفولة، والطفولة الناس الأولين اللي قرابين منا هما الأب والأم. فعلا اكتشفت أني أنا عندي جروح من الطفولة، جروح د الرفض، جروح د الخيانة، جروح د التخلي، واحد المجموعة تركيبة الجروح اللي كانت قوية. هاد الجروح هادي خلتني نبني معتقدات ونتعامل بها مع الطفل ديالي. إذا قلت أول طفل لازم نعالجه قبل ما نعالج الأطفال ديالي الحقيقيين، أني نعالج الطفل الداخلي اللي عندي، نفهمه نقرب منه. وهنا بدات العملية الأولى للعمل الحقيقي يعني فعلا، واللي كان صعب جدا في البداية أني أنا ندخل نتعمق فيه. اشتغلت بأدوات ومساعدة أشخاص آخرين، وفي النهاية وصلت أن لازم هاد الجروح هادي ما نخليهاش تتحكم في الحياة ديالي وفي القرارات ديالي، حيت القرار اللي اخترته أني الأطفال ديالي والأبناء ديالي حين يكبروا تكون عندي معهم أحسن علاقة، وفعلا ديك العلاقة تكون قوية ومتينة وأنها تستمر إلى النهاية، ماشي فقط مرحلة غادي يكبروا كنقول غادي يمشي كل واحد غادي يعمل حياته والعلاقة ديالنا عاد انتهي، أو العلاقة اللي كتكون اللي هي فلو كما كنشوفوها بزاف د الأسر اللي ما كتكونش كاين علاقة تقارب وتجانس ما بين الأم والأبناء ديالها، وبعض المرات كيكون كاع النفور والعدوانية. أنا بغيت العكس من هكذاك تماما. وفعلا حين خدمت على الجروح د الطفولة، هنا قدرت نتكلم مع الطفل الداخلي ديالي ونواسيه، وفي نفس الوقت نقول له بلاتي خليني انا ناخذ لي كوموند، خليني انا اللي نحدد المصير، واني انا اللي نستمر في تربيه الابناء ديالي ونبني العلاقه معهم. وفعلا هذه الخطوه هذه كانت خطوه حاسمه، لان مباشره من بعد منا بديت كنلاحظ التغيير، كنلاحظ طريقه استجابه الاطفال ديالي معايا، بديت كنلاحظ الطريقة ديالي الاستجابة أو ردود الأفعال ديالي للمواقف الصعبة، لأن الأطفال يخطئون وهذا هو الأمر الطبيعي. مجرد أني فكرت بهذه الطريقة أن الأطفال يخطئون تغيرت عندي شي حاجات،
مجرد أني فهمت على أن الطفل كيتعلم عن طريق التجربة والخطأ، بزاف الحاجات عندي تغيرت. إذا مجرد أني تعمقت في المفاهيم أو فهمت ما هو النمو النفسي الاجتماعي للطفل، بزاف الحاجات أنا عندي ردود الأفعال ديالي مباشرة تغيرت. إذا هنا بديت كنلاحظ على أن من خلال فهم سلوك الطفل، يعني هذاك السلوك علاش كيقوم به، قدرت على أني أنا نعالج، ماشي فقط أني نتكلم على السلوك وننتقد السلوك، لا، نعالج بعمق، نعالج ما هو الاحتياج، لأن تعبير الطفل بسلوك معين هو فقط تعبير عن احتياج، لأنه يفتقد اللغة المطلوبة لتوصيل الفكرة أو شعور. هذا المفهوم هذا غير كل شيء عندي، وغير الميزان كامل. الحمد لله فعلا بديت كنلاحظ أن سلوكات الأطفال ديالي بدات كتبدل، الشخصيات ديالهم بدات كتغير، الوعي ديالهم بدا كيتوسع. وهنا دخلنا في حالة الشفاء. ما معنى الشفاء؟ الشفاء هو أنك تكون علاقة سليمة بيني وبينهم. ممكن يكون خلافات، ممكن يكون اختلافات، وهذا أيضا أمر صحي وطبيعي. ميمكنش يكونوا الأطفال ديالي نسخة مني، أو طريقة تفكيرهم هي طريقة التفكير ديالي، وميمكنش نهائيا أنهم يتماشوا في كل مرة مع اللي كنقول أنا. هنا أيضا هاد العملية هذه متبادلة، بمعنى أنا ما بقيتش عندي ديك الفكرة أن الأمومة أو الأبوة خصها تكون هنا والأطفال الأبناء يخصهم يكونوا هنا. بالعكس، تبدلت عندي الأمور. عرفت على أن ممكن نكون إحنا في خط واحد، فقط طريقة التعامل وإيصال الأفكار والتواصل هي اللي كتعطي الاختلاف وكتعطي الجودة في الحياة. المرحلة الأخيرة هي أني خليت هذا النظام هذا اللي بديت به واشتغلت عليه سنوات، وأيضا رافقت به العديد من الأمهات من خلال الاستشارات والمتابعة. لاحظت على أن رجع منظومة كتشتغل ذاتها، يعني مع الطفل الأول والطفل الثاني والطفل الثالث، وأيضا في مراحل مختلفة للأطفال، لأن الأطفال أقل من 12 سنة ماشي هما أطفال في مرحلة المراهقة، ماشي الأطفال ديالك اللي دخلوا في مرحلة سن الرشد. بمعنى هاد المراحل المختلفة، هاد المنظومة قدرت على أنها فعلا تحتويهم كاملين. وهنا كتبني الأساس، كتبني العلاقة الصحية السليمة المستمرة. هاد المنظومة هذه سميتها منهجية لايت، نور. اخترت لك كلمة نور لأن فعلا أنا كنت في واحد النفق مظلم، لولا العمل، لولا فعلا الإصرار، لولا الرغبة في التغيير، وفعلا رؤية ذلك النور، وبداية يعني نمسك الخيط أو الحبل أنا كنسميه لأن كان متين جدا، وأني نبني به هاد المعرفة ونبني به هاد التقنيات ونبني به هاد الآلية هادي، فعلا ساعدتني وساعدت العديد من الأمهات اللي اشتغلت معهم في رحلة الأمومة ديالهم. أنا حكيت لكم القصة ديالي باش نقول لك على أن أنتِ ماشي بوحدك، انتينا مجموعة من الناس، يعني كاينين أمهات وآباء أيضا هما في نفس النفق، في نفس المرحلة، عندهم مجموعة من التراكمات، عندهم مجموعة من الأفكار والمعتقدات المعيقة، واللي كتخليهم عوض أنهما يتقدموا هي كتخليهم يتأخروا ويعملوا يبنيو حاجز كبير ما بينه وبين الأبناء ديالهم. أنا عارفاهم أنهم كاينين، أنت لست وحدك كما أني لست وحدي. هذا هو اللي كيخلق القوة في المجتمع ديالنا، مجتمع منهجية لايت. أنا كندعيك على أنك تنضم ليلو، أنك تنضم معايا في هذه المنهجية، حيتاش هي عندها نظام محكم كيخدم على جميع الجوانب، ليس فقط السلوك. لأن أنا كمختصة، غالب الأمهات في الاستشارات كيتكلموا على السلوك الظاهر، العناد، العنف، التبول اللا إرادي، ممكن أننا نقولوا اللي كيكون جزء منه عضوي، والعديد من المشاكل السلوكية اللي كتكون عند الأطفال، وكيغفلوا على الجانب المعطي، الجانب اللي هو كيغذي داك السلوكات هذه. فمن خلال هاد المنظومة أو هاد المنهجية كنغطيو جميع الجوانب وكنشتغلوا عليها بعمق،
وكنتقلوا من حالة الفوضى إلى حالة الاستقرار، وكل ذلك بدون صراخ، بدون غضب، وبدون مشاعر التأنيب. مرحبا بك، ونتمنى فعلا على أنك تتابعني، وهنزيد نرسل لك العديد من الفيديوهات الأخرى اللي هتساعدك أنك تكتشف منهجية لايت.